السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الوردانيتو، أهلا بكم في ألعب الورداني. مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة ولعيبة النادي الأهلي الرجالة، فوز مستحق على سيد البلد الاتحاد السكندري بنتيجة 4-1 مع الرأفة. فوز غالي جدا للنادي الأهلي، بيسهل عليه كتير في مشواره في الدوري وبيشيل عليه ضغط كبير عشان يعدل وضعه تاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز ويقرب تاني من الصدارة طبعا كعادة النادي الأهلي. هنتكلم في كل حاجة بالتفصيل وهنتكلم في كل الأمور الفنية والإيجابيات والسلبيات سواء في الاتحاد السكندري، وكانت كتير جدا، أو كمان للنادي الأهلي. بس في البداية رجاء من كل إخواتي وحبايبي قبل ما نبدأ في الحلقة مع بعض نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ويا ريت ندعي لوالدي بالرحمة والمغفرة. اللهم ارحم أبي رحمة واسعة واغفر له واجعل مرضه شفيعا له يوم القيامة. اللهم نور قبره واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وموتى المسلمين أجمعين. ربنا يحسن خاتمتنا جميعا، ربنا يحفظ إخواتنا فلسطين وينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم الضعيف، آمين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبايبي الوردانيتو فضلا وليس امرا قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعمكم المستمر لينا وانتوا رزقكم يا حبايبي الوردانيتو. يلا بينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي من اول دقيقه في الشوط الاول واخده طحن، ضغط عالي، ضغط متقدم، استحواذ، سيطرة، تنوع في اللعب، اختراقات، فتح مساحات، شراسة هجومية للنادي الأهلي، استخلاص للكرة بسرعة. أصلا فريق الاتحاد السكندري كان برضو بيلعب، برضو ما تعلموش من الماتش اللي فات سموحة والزمالك، برضو بعنوان أبيع نفسي، برضو الشغل برضو دي مش خطه. يعني فكره بقى ان انت خطه حاطط في دماغك ان دي خطه ان انا اعمل تكتل وزون ديفنس من غير بدون اي ايجابيه وبدون اي حاجه وبدون اي خطوره. مفيش، ببيع نفسي، انا قافل على نفسي، مزنق على نفسي، ببيع نفسي خالص. النادي الاهلي طبعا كان بيستغل الكلام ده في استخلاص الكره بسرعه، ومزنق على نفسك كمان في دربكه واخطاء من لعيبه الاتحاد السكندري. وقلنا الكلام ده يا جماعه انتهى من ايام مسلسل بكار وحسونه ومن ايام الابيض واسود. الكلام ده انتهى في الكوره. الكلام ده اصلا انا اعمله امتى؟ اللي هو بقى ابدا الم الدنيا وابدا اقفل والتكتل واعمل زياده عدديه في عمق الملعب وفي خط الظهر وفي الكلام ده كله، والعب على الهجمه المرتده لما اكون كسبان وكسبان فرق، مش كسبان بقى 1 و2 والكلام ده، كسبان فرق كبير. وامتى وفي انهي وقت في الماتش، مش كسبان وخلاص. ده كمان لازم يكون في وقت معين في اخر الماتش. خلاص بقى انا ضامن ان الدنيا خلاص وانا مقفل في بعد الدقيقه 80 والكلام ده وخلاص. لكن انا في بدايه الماتش يعني وماليش هويه مفيش شخصيه ومفيش اي حاجه خالص ومقفل نازل كده بايع نفسي. انا يا جماعه احنا محطوطين هنا تكتل وزون ديفنس بس ومش هنعمل اي حاجه وخلاص. بايع نفسك. طبعا قصاد فريق بحجم النادي الاهلي نازل شراسه هجوميه زي ما قلنا وضغط واستحواذ والمسافات قريبه من لعيبه النادي الاهلي، وحتى فتح المساحات كانوا بينجحوا في الكلام ده بالحلول الفرديه برضو والاختراقات وفتح المساحات. وكان بيكون في زياده عدديه في التدعيم بالناحيه الدفاعيه من الونجين ومن لعيبه نص الملعب، طبعا من امام عاشور والمتالق جدا اكرم توفيق طبعا ومروان عطيه وما ادراك ما مروان عطيه. شفنا النهارده برضو مارسيل كولر بينجح في عمليه التدوير وعمليه الروتيشن اللي بيعملها. الماتش اللي فات كان بيلعب عمر كمال عبد الواحد باك يمين ومريح محمد هاني، النهارده ريح علول وعلي معلول وشارك عمر كمال عبد الواحد باك شمال. وهنتكلم عن اللي عمله عمر كمال عبد الواحد بالتفصيل. وشفنا خطوره عمر كمال عبد الواحد لما بياخد تعليمات بالناحيه الهجوميه. شفنا جبهه قويه جدا بين عمر كمال عبد الواحد ومستر سونيك حسين الشحات، ونفس الكلام جابت محمد هاني مع رضا سليم اللي كان
مارسيل كولر بيلعب النهارده وينج يمين مع طبعا الفلسطيني وسام ابو علي، وامام جريندايزر، امام ماجنجر، امام العالمي امام عاشور. اتكلمنا قبل كده، كمال الله وحده لعيب متكامل، حلول فرديه، سريع، قوي، عنده رؤيه، بالزياده العاديه في التدريب بالناحيه الهجوميه، وبيرجع تاني تدريب بالناحيه الدفاعيه. عنده كل حاجه، لعيب هو ده اللي يتقال عليه لعيب جوكر امام عاشور. طبعا مارسيل كولر فضل ان هو يريحه في الشوط الثاني. النادي الاهلي بعد ما سجلوا 3 اهداف في الشوط الاول في الدقيقه 28 و38 و42، الجون الاول بسبب تحركات برضو الجوكر عمر كمال عبد الواحد، خد ركله جزاء وصحيحه 200% مش 100%، وسام ابو علي صاروخ في سقف الشبكه. الجون الثاني في الدقيقه 38 برضو فنتات وتحركات، هو ده المهاجم، عنده امكانيات المهاجم والفرود راس الحربه، مش مهاجم صندوق بس فقط لا غير، مهاجم متحرك بيقدر يهرب من الرقابه، عنده حلول فرديه، عمل الفنت هوب اشرها لرضا سليم، هوب ار2 في الجون، جون عالمي. وفاجئنا الجوكر عمر كمال عبد الواحد، مش فاجئنا عشان هو مش كده، هو طبعا عمر كمال عبد الواحد جايب جوان بنفس الطريقه دي كتير جدا قبل ما يجي النادي الاهلي اصلا. صاروخ جون بقى 3 دي اتش دي زي ما تقول، قول جون عالمي من عمر كمال عبد الواحد. ما شفناش اي خطوره خالص من فريق الاتحاد السكندري في الشوط الاول، ما شفناش اصلا الجلافزات بتاعه مصطفى شوبير، ما ظهرتش خالص في الشوط الاول. الشوط الثاني النادي الاهلي طبعا نازل بثقه، خلاص انا جايب 3 اجوان في الشوط الاول وهنزل احلي في الشوط الثاني، نازل بثقه. شفنا مدير الفني للاتحاد السكندري بيبدا، كابتن طارق العشري بيبدا بقى يعمل التغييرات، بيبدا ينزل احمد عادل ميسي وبنجامين بواتنج اللي هم اصلا اللعيبه المؤثرين عنده في الفريق. وشفنا خطوره احمد عادل ميسي وتحركاته، لعيب فعلا مؤثر جدا وعنده حلول كتير جدا ولعيب مهاري، وهو كان السبب في الجون الاول، الجون اللي سجله الاتحاد السكندري بقدم بنجامين بواتنج. يبقى الطبيعي ان انا بلاعب النادي الاهلي، ما بقولكش انزل شراسه هجوميه والكلام ده، وده مش عيب حتى لو انت عملته، يعني لو انت عندك اللعيبه اللي تقدر تعمل الكلام ده طبعا مع الجانب الدفاعي، لكن انزل بايع نفسي تكتل صريح وعلى اساس بقى الشوط الثاني هعمل مش عارف ايه. هو انت بتلعب فرقه على قدها؟ انت بتلعب النادي الاهلي حاطط في دماغك ان انت هتنزل مين في الشوط الثاني؟ ما احنا شفنا الاخطاء اللي وقع فيها الزمالك وسموحه الماتش اللي فات. المفروض ميسي ده وبواتنج مع مابولولو طبعا جبهه هجوميه كبيره جدا، كان المفروض ميسي وبواتنج يبداوا من اول الماتش، كان هيبقى فيه خطوره اكتر. وطبعا مع التعليمات الفنيه من المدير الفني والتكتيك على حسب التعليمات اللي مديها اللعيبه، انت مدي تعليمات دفاعيه صريحه بحت، ده هيأثر على الفريق. والنبي لو بتلاعب مين؟ لو بتلاعب حتى كريستيانو رونالدو ودي بروين وفودن وبلينجهام، ما انت مديله تعليمات دي، انت قايل له ما تطلعش، ما تعديش نص الملعب، اقفل هنا، ما هو هيعمل ايه؟ انت قايل له ما تزيدش، انت قايل له ما تطلعش، ما تهاجمش، فهو مش بكيفه ومش بارادته. ده طبعا اللي يتحمل الهزيمه في المقام الاول. نفس اخطاء برضو الزمالك وسموحه، هنا المدير الفني للاتحاد السكندري الكابتن طارق العشري هو السبب في الهزيمه. شفنا لما اللعيبه نزلت، حتى لعيبه الاتحاد السكندري بداوا بعد الجون ياخدوا الثقه، بدات ترجع لهم تاني نسبيا، وبدا يكون في ضغط مع الاطراف ومن عمق الملعب، الاطراف اشتغلت وعمق الملعب اشتغل، وراحوا باكتر من هجمه وباكتر من فرصه وعرضيات وركنيات وحاجات كتير جدا. النادي الاهلي كان في نوع من انواع الثقه الزايده، وده اللي خلى الريتم يقل من لعيبه النادي الاهلي، على عكس الشوط الاول كان رتم اللعب سريع جدا وكان في شراسه هجوميه من النادي الاهلي. النادي الاهلي يعتبر ما ضيعش في الشوط الثاني غير فرصه كريم فؤاد، فرصه جون مؤكد، وفرصه محمود كهربا. مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه ولعيبه النادي الاهلي الرجاله. النادي الاهلي لو فضل مكمل كده في الدوري، ده ثالث فوز على التوالي من بعد ماتش
مازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي من دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي ده ثالث فوز على التوالي، لعب الاسماعيلي بعد كده الجونه والنهارده الاتحاد السكندري، ما قدموش غير بلديه المحله. فاز على بلديه المحله. النادي الاهلي رصيده دلوقتي في ترتيب جدول الدوري 30 نقطه، فاز هيبقى 33، يعني هيبقى الفرق بينه وبين المركز الثالث تقريبا نقطه، او هيبقوا متساويين في عدد النقاط. عشان كده قلت النادي الاهلي فوز مهم وسهل عليه كتير جدا، وشال عليه ضغط كبير وقربه بشكل كبير جدا من انه يرجع تاني لصداره الدوري الممتاز. وطبعا هيكون فوز على البلديه، طبعا هيبقى رابع فوز على التوالي، هتبقى دفعه معنويه كبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي، خاصه ان رايحين نهائي دوري ابطال افريقيا قدام فريق الترجي التونسي في رادس. باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في ماتش الذهاب ويعملوا نتيجه ايجابيه تسهل عليهم بشكل كبير وتريحهم في ماتش العوده في القاهره. وباذن الله النادي الاهلي يحقق فوز غالي وتكون النجمه الثانيه عشر للنادي الاهلي، ويرجع النادي الاهلي الماتش العوده. ولو فضل النادي الاهلي ماشي كده طبعا هيجيب افريقيا في الشوال وهم قدها، وهيجي لو فضل متالق كده في الدوري ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله هيجي بعد افريقيا يحلي بالدوري. حبايبي واخواتي، الحلقه عجبتكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في كومنت. سلام.